السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبت لكم تحويل شال إلى فستان. هذا شال، هاي طبقة هيجي 4 طبقات، طبقته منها عفتل مسدود، منها ما راح اكفه هو بيه هذا مالته الحاشية. هسه اجي من هنا راح اطلع شرايط 5 سنتيم واقشر، واللي ما عندها فيته باصابع ايديها 3 اصابع، وهنا همينه عندي 3 اصابع. هنا هم اجي اقشر، انا بدي اطلع المسطرة عدلة، همين 3 اصابع 3 اصابع. نفس الحالة هنا هم عندي 3 اصابع 3 اصابع. حط مسطرة فيته واحد ويقشر. اجي هنا على هاي من هنا حفرة، ومن هنا مع الصدر احسب اصبعين واقشر. هاي من هنا حفرة الردن قلنا، من هنا من يم الصدر اقشر اصبعين واقشر هالشكل، واجي اخذها اقصها. هاي صارت عندي منها نازلة من قدام من الدلعة، خذتها اصبعين. هسه نبدي نخيط. هبدي اخيط هذا الشريط واحد باللاخ. وهذا كافي، انا استعملت هسه 3 شرايط، ظل واحد عندي ما احتاجه. راح اجيب هذا القيطان احطه ببطن هذا هيجي هالشكل، على من اقلبه بكل سهولة، وابدأ اخيطه كليته. اسحبه هيك عادي يصير واخيط.
هسه من كملت خياطة راح اسحب القيطان هيجي، اجي هنا دفع القيطان هيك شوية بيدي، هو حيسحب يقلبه لهذا القيطان. عشان قلب عندي بسهولة. على كيفي شوية شوية. هذا كملنا قيطان اسحبه هيجي. ها هي راح اخيطها هسه، ابدي من هنا ومن هنا. صفحة اللي خمينة اخيطها. راح هسه اخيط هاي الحفرة ما بدن، اطبقها هيجي نص اصبع او نص او سنتيمتر واخيطها. هسه ما كفيت الحفرة ما بدان اثنيناتهن، اجي اسوي من هنا المكان اللي راح اعبر بيه هذا القيطان خيطته، اطبقه هيجي اصبع، ومن هنا اسوي اصبعين وابدأ اخيطه. هيجي قيسه واخذه من هنا شوية، الصفحة اللي مخيطها. هسه ما كملته راح احط هسه هنا هذا القيطان اللي خيطته عبره بيه. هسه اشوفكم شلون. هسه ما كويت الشريط هذا، اجيب الدنبوس هيجي ابدأ ادخله من هنا، وهاي من هنا اريد اسوي شدة، تصير من هنا شدة ومن هنا شدة حسب الرغبة. هسه اشوفكم الشكل النهائي مالته. وهذا الشكل النهائي مال شال، حولته الى فستان بسيط وسهل. هن الشالات اصلا رخيصة واحد يتعلم بيهن. واللي هنا وصلنا لنهاية الفيديو، اتمنى يكون عجبكم المقطع. لا تنسونا باللايك والاشتراك، ودمتم في امان الله.